دار النور للمكفوفين وفريق دار الأمل للمكفوفين، وذلك في إطار بطولة كرة الجرس. هتقول لي يعني إيه؟ هقول لك يعني كرة وفيها جرس، الحكم بيحدف الكرة فتجري اللعيبة على صوت الجرس. لو أنت قاعد في مدرجات الدرجة الثالثة مش هتشوف حاجة، ولو أنت قاعد في المقصورة مش هتشوف حاجة، ولو أنت متابعنا من خلال شاشات التلفزيون برضه مش هتشوف حاجة. ليه؟ عشان ما عندكش ديكودر ودش، واللي ما عندوش ديكودر ودش ما يشوفش، يا إما ينزل بقى على القهوة ويتفرج على الماتش. إيه يعني كوباية الشاي ب 15 جنيه مش مشكلة. الحكم بيعمل الرفة. وراح فين؟ ايه؟ شيلن الماتش ابتدى. ها؟ امال الجول التاني جاي ليه؟ تاني ايه؟ خلينا في النيله اللي احنا فيها. حد لقى شيلن؟ شيلن ايوه انا لقيته، يبقى انا اللي اختار. امال ده يبقى ايه؟ غطا زير؟ انت نصاب. انت لابط. مين اللي لبط ده؟ ما تطولش لسانك. وحياة ام عويرك. يا اخوانا مش كده. اوعى يا جماعه صلح خير. الله، لا بخت من قدر وعفك. هنيالك يا فاعل الخير، مصاب عند الله. هتلعب فين يا كابتن كوش؟ هنا اهو. يبقى احنا هنا. يلا رجاله. يلا بينا يا رجاله. الجو جميل والمباراة تتحلى بروح رياضية، يعني أنا مثلا شايف إن الفرقتين رايحين تجاه جون واحد، وده إن دل على شيء يدل على منتهى التعاون والروح العالية بين الفرقتين. الماتش ده مش سهل يا رجاله. الفرقه دي بان عليهم لبط وخارجين سجون. احنا لو لقينا المسائل مش ماشيه اي حد يخش على الواد حيحه الكابتن بتاعهم يكسره. عايزين نكعورهم، نشحورهم، نشقلطهم. الواد الفيرود بتاعهم ده عايزكم تخرموا عينه، لا اخرموا وده. انا عايز بقى لعب فيه قوه ونديه وكسروا الواد حيحه. ما تبصليش، لا لا في عينك. اوعى وسع لي. فاهمني؟ هاش رد ليه؟ يا جماعه يا اشرف. يا نهار اسود، سمعتم اللي انا سمعته؟ امال الجنرال راح فين؟ ويصفر الحكم معلنا بداية الشوط الأول. إيه الحلاوة دي؟ إيه التقسيم الجميل ده؟ فاول طبعا اللي هيشوطه حيحة، اللعيب الكبير قوي. ايه في الحيطه؟ حيحة هيشوط. يلا يا حيحة. اقفل الزاويه يا جوزيلا. اقفل الزاويه. وجول وتزرق المدرجات. ابعد عن حيحه. ابعد عن حيحه. حاجه تقلق. كل مره اقول لك عليها. شقلطوا يا حيحه، شقلطوا. ولا صفيني غنيه ولا. شوط حيحه، شوط جامد يا حيحه. اقفل الزاويه يا جوزيلا. اقفل الزاويه. وجول. توختنا ساحرة مستديرة. عدد ايه؟ المقدمة زرقاء والمؤخرة حمراء. وقت مستقطع لفريق الأمل. 100 مرة أقول لكم عايز جدية في الأداء. أهلا يا علي، اتأخرت ليه؟ سوري انا اسف. دول باين عليهم مجرمين قوي يا جنرال. انا خايف يا جنرال، دول شكلهم هيبهدلونا، وبعد كده ده حلف ليكسر الواد اكرم. الواد عطوه معاه بنيه حديد. مع إيه؟ بنيه حديد. بنية حديد؟ ايوه. إيه اللي بالشكل ده؟ ابدا، ده الحزام بتاعي فيه شويه اجراس. في إيه؟ اجراس. طيب ركزوا أنتوا في الكورة، تعالي معايا. شخللي. هلا سعدون بياخد الكرة على صدره ويطلعها من مناخيره، وتصبح النتيجة 2 للأبد 1 للنور. وجول الهدف الثاني لفريق النور. هي فرحة الدنيا. دق يا قلبي، رقص يا عينيا. ايه الحلاوه دي؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ لعيبه والله بيرقصوا رقصه الهاشتاج. ليكوا حق والله. 45-2. إيه رأيك في الفكرة دي؟ تجنن.
حسيت فيها بتاعت 2 كيلو. شفت البهايم بيجروا ورا حزام عليه جرزات. خيانة! 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 ويزرجن الحكم معلنا نهاية الشوط الثاني والمباراة. بنقول ألف مبروك للنور وهارد لك للأمل. سيداتي أنساتي سادتي، على نص الأضواء الكاشفة نقلنا إلى حضراتكم هذه المباراة الهامة، وبنقول لازم كلنا نشكر رجال الأمن على المجهود العظيم اللي بقى. أي 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 ونقول دايما على طول، دايما ونجاحنا يطول، دايما على طول، دايما على طول. بس يا غاجر يا صيح يا رب الكباريهات، ايه البلد اللي انتوا عاملينه ده؟ اصلنا فرحانين قوي الجنرال جاب لنا الكاس. جاتكم خيبه عليكم وعلى الجنرال. جاب لك اخويا دي مدينه، وانت اخويا عامل لي فيها موسيقار. هات الكمانجه اللي عامل ده، وهات الكمانجه. الكمانجه هو قدامي. انتوا عايزين الهدف، واحد زيك عايز الهدف. تعمل ايه يا زلمه؟ الحق يا جنرال، الزلفي كسر الكمانجه بتاعنا وبيضربنا كمان. ليه يا زلمه كده؟ انت هتعمل ايه؟ مش انا قلت لك لو لمست العيال دي تاني همدك؟ بتعمل ايه؟ سلح بالراد ثبته. ما حدش يركز عليا. حاضر يا جنرال. جاهز يا جنرال. جاهزين؟ هوديك بداية. انا هوديك بداية. انا هدخلك السجن. يا لحلال. هوديك بداية. انا هوديك بداية. تحريض النزلاء على كسر قوانين الدار، خروج متكرر بدون إذن، عودة إلى الدار بعد المواعيد الرسمية، تعريض حياة النزلاء للخطر، غير قائمة طويلة عريضة من الاتهامات، آخرها الاعتداء على مدير الدار. أنا مش قادرة أفهم إزاي تتجرأ وتعتدي على مدير الدار؟ دي بلطجة، ارموه في أي دار تانية وخلصونا، إحنا ما عندناش وقت. رأيك إيه في الاتهامات دي؟ افهموا زي ما تفهموا، احنا مش في السجن، وانا انظرته لو ضرب الاولاد. يا سلام، وانت مين بقى اللي نصبك محامي عنه؟ يا أخي ده أنت نفسك محتاج لرعاية. أمال عايز يطبطب عليهم؟ فاكرين نفسكم قاعدين في الكود دازيو؟ الحته دي حضرتك تروحيها، تشد وشك، تنفخي شفايفك، تغيري لون عينيكي، تشتري ملابس داخليه. احنا مش محتاجين الحاجات دي. أنا أنفخ شفايفي؟ He's very naughty. انا بتكلم 6 لغات، نحترم نفسينا ونتكلم عربي احسن. قبل ما تيجي الدار كانت جنة، كانت سجن. قبل ما اجي كان السجن. يا فندم احنا شغلتنا ان احنا نحافظ على النزلاء. تحافظ عليهم بالسور العالي، بالاسلاك الشيكه، تمدهم عند رجليهم، تجرح كرامتهم. امال نحافظ عليهم ازاي؟ جوه كل واحد فيهم كنز. اكرم مثلا بيحب الموسيقى، حد يفكر يساعده؟ نوديه الكونسرفاتوار يعني؟ مش ضروري، بس ما نكسرش الكمانجه بتاعته، ما نحرموش من العزف عليها. طب وهروبكم المتكرر؟ يا فندم ده غلبنا خالص، ده احنا حاطين اسلاك شيكه على السور وبرضه مفيش فايده. اسوارك عار يا زلفي، عار. الاولاد دول طول عمرهم عايشين في اوضه ضلمه، حيطانها عاليه وارضها بارده، واللي بييأس بيموت. احنا بقى اخترنا الحياه وبنجري بكل شجاعه، من غير ما نحط ايدينا على وشنا لا نخبط في حاجز، اي حاجز. يا سلام، عامل لي فيلسوف وانت بتحرض الاولاد على الفجور. التحريض على الفجور يا مدام سوسو بيبقى في بيوت الدعاره، مش في دار المكفوفين. انت بتقول ايه؟ انتم ازاي فاهمين الامور كده؟
انتم اللي هم مين؟ انتم قصدي يعني العميان. تصنيفك عنصري يا مدام. انا مش حيوان بريء ميت على كتفك بتستعرضي بيه، ولا طفل من كوبا ميت من الجوع والبرد وهو بيعمل لكم افخم سيجار، ولا هتكون تمثال بيتبعوه في مزادات البر والتقوى بتاعكم. دي وقاحه. انت ازاي رجلك كنت بتكلم هنا؟ وغطي نفسك. انا شايفكم كلكم كويس واحد واحد. وما تنسيش تبقي تمسحي الروج بتاعك من على وشوش البهوات قبل ما تمشوا، وخليكم في شغلكم. لمعوا وشوشكم واعملوا احاديث وحفلات ومزادات، وما تنسوش الدموع وانتوا بتحكوا علينا في مزاداتكم. الدموع بتملى الجيوب. بس انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه. احنا اخر حاجه محتاجين لها هي دموعكم. اظن انا كنت واضح جدا، واللي ما فهمش يبقى اعمى. الجلسه انتهت يا ساده.